السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم هدى محمد. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة جديدة من وصفاتنا الحلوة، وهنعمل الزبادي البيتي البلدي بطريقة حلوة قوي قوي، هتعجبكم جدا بمنتهى النظافة والجمال والتوفير. يلا بينا سمي ونصلي على الرسول ونشوف وصفتنا الحلوة دي هنعملها ازاي. انا هنا معايا لتر من الحليب ومعايا علبة من الزبادي دي هبدأ بيها كخميرة، بعد كده هتشيلي منها الزبادي اللي هتعمليها كوباية وتبدأي تعملي بيها تاني وهكذا. لتر الحليب بتاعي ده حليب كامل الدسم من عند اللبان عادي، غليته كويس جدا جدا وبردته، وبعد كده حطيته في التلاجة عشان يعمل طبقة القشطة بتاعته واشيلها. جمعيها بقى واستخدميها في رز معمر، او استخدميها بقى في اي حاجة، او لو عاوزة تستخدميها مع اللبن بس هتضربيها كويس جدا مع الزبادي لو انت عاوزة الزبادي بتاعك دسم قوي. بس كده بيبقى حلو علشان ما يبقاش دسم لو في اطفال هتاكل منه قوي. هاخد بقى من علبة الزبادي بتاعتي دي معلقتين كبار هرميين كده، مش هحط الزبدية كلها علشان الزبادي بتاعك ما يبقاش لاذع. هناخد معلقتين كبار لكل كيلو من الحليب، وهنزل بالحليب بتاعي بعد ما دفيته على النار زي دمعة العين كده او زي رضعة البيبي كده، بحيث تحطي صباعك فيه تقدري تستحمليه. اول ما ندفي اللبن هناخد منه جزء ونضربه مع الزبادي بالخلاط بقى، بهاند بلندر، بمضرب سلك عادي بايدك. المهم ادوب الزبادي كله في الحليب زي ما انتم شايفين، وارجع بقى احط باقي الكميه بتاعه الحليب عليها واقلب. انا كده خلطت الزبادي اللي هي الخميره مع الحليب كله. كده الزبادي بتاعك جاهز. احنا بقى هنحطه في الكوبايات بتاعة الزبادي. لو عندك صناعة الزبادي، لو ما عندكيش هنحطه في كوبايات عادية او في طواجن فخار في صينية، ونحط مع الصينية دي شوية مية سخنة لغاية نص الكوبايات او نص الطواجن. اهم حاجة تغطيها كويس جدا، ما تخليهاش مكشوفة. بستريتش راب بقى لو ليها الكوبايات ليها غطا، لو ايا كان، علشان ما تعملش معاكي طبقة مية على الوش كده وتعرق معاكي. خلاص في الحالتين انا هوريكم الحالتين، هوريكم في صينية الزبادي وهوريكم وانا عملته في صينية، والاتنين نفس النتيجة، بل بالعكس اللي في الصينية والله اجمل واحسن كمان من صناعة الزبادي. في مكنة الزبادي دي بنحط الكوبايات 4 ساعات فقط، ولو حطها في الفرن في صينية زي ما انا عاملة كده اهو، برضو هنحطها 4 ساعات فقط في الفرن بتاع البوتاجاز. الفرن بيكون عادي مش والع ولا حاجة، بتحطي بس معاه مية سخنة زي ما انا قلتلك لغاية نص الكوبايات في الصينية. اما صناعة الزبادي زي ما هي كده بنسيبها في مكان ثابت 4 ساعات، بعد كده بشيل الكوبايات احطها في التلاجة بقى عشان اخليها بقى تمسك كويس وتكمل تماسك بتاعها. بتقعد مثلا ليلة من بالليل للصبح، او مش على الاقل 6 ساعات عشان يتماسك معاكي ويبقى حلو قوي زي ما انت شايفة كده. بصوا الزبادي حلو جدا، مش عليه ولا نقطة مية، في منتهى الجمال. حلو قوي ومتماسك. بصوا هقلب الكوباية اهو عشان تشوفوا. بصوا طعمه في منتهى الروعة، الخميرة بتاعته مظبوطة جدا جدا، مش لاذع ولا حاجة. في ناس ممكن تحط مع الحليب في الاول معلقة سكر لو عاوزاه زي الجاهز بتاع بره، بس يعني احنا بنعمل زبادي صحي عشان نريح المعدة والهضم، مش هنحط سكر. تمام زي ما انتم شايفين كده بقى. بصوا اطلع لكم منها برضو عشان تشوفوا التماسك بتاعها ما شاء الله. بجد وصفة حلوة قوي، يا رب تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لو انتوا اول مرة بتشوفوني وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. سلام عليكم. يا دنيا ضويها الكون بأسرار وغنينا بالسلام، نكتب حكاية بلا ختام وبلا نهاية.